12 معصومين. صحيح. الإمامة حسب القرآن الكريم، حسب القرآن نعم. الكريم إنهم معصومون، فنحن نؤمن بالقرآن الكريم وحسب روايات نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، سؤالي كالتالي. بلى. سؤالي هو علي رضي الله عنه هو الإمام الأول. صحيح. الحسن والحسين رضي الله عنهما. صحيح. فبعد ذلك يأتي الأئمة الآخرون. لكن سؤالي بالضبط هو لماذا تم اختيار الأئمة بعد الحسين من نسل الحسين ولا يوجد أي إمام من عقب الحسن رضي الله عنه؟ هذا بيد الله. الحسن هو الأكبر، مع العلم أن الحسن هو الأكبر وأكثر ولدا وزوجات من الحسين. هل كان الحسن والحسين ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ نعم أبناء الزهراء. أبناء الزهراء وأبناء رسول الله. تؤمن بذلك؟ تؤمن بذلك؟ نعم نؤمن بذلك. بارك الله فيك. وهل كان يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق. فهل تعلم أن إسماعيل كان عما ليعقوب عليه السلام ولم يكن أبا له؟ صحيح أم ليس بصحيح؟ نعم. إن إسماعيل عليه السلام كان عما ليعقوب. لا يا شيخ، لماذا أعرف. أجيبك. اخترتم الأئمة من الحسين؟ أجيب على ذلك. هل تعرف أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان ابن أخ لإسماعيل؟ صحيح أم ليس بصحيح؟ لا أعرف بالضبط. لا تعلم، هذا لا يعلم. لا أعرف. وأنا أقول لك كان ابن أخ له. فهذا وإنك قلت الآن إن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهما أبناء الزهراء. والآن العالم يعلم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل عليه السلام بنص القرآن الكريم، والحال إن إسماعيل عليه السلام عمه. إذا بقي عندكم ذلك فاعلموا جيدا إن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أولاد الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. لاحظوا جيدا ما أقول لكم. إن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أولاد من؟ أولاد الزهراء، أولاد رسول الله، أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام بعد الحسين عليه السلام هو علي بن الحسين صلوات الله عليه. وعلي بن الحسين صلوات الله عليه عمه من؟ عمه الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. وبنص القرآن نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إن إسماعيل عم يعقوب ولكن هو في مقام الأبوة، فكذلك الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام عم علي بن الحسين زين العابدين ولكن في مقام الأبوة، فهو كولد له. وهذا الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما وآلهما هو صهر للإمام المجتبى عليه السلام، فتزوج من فاطمة بنت الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام باقر علوم النبيين الإمام محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم هو ولد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وولد فاطمة بنت الحسن. فكما كان الحسن والحسين صلوات الله عليهما ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك الإمام محمد بن علي بن الحسين باقر علوم النبيين ولد للإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، لأنه أمه فاطمة وهي بنت الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبح الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين حسني وحسيني بهذا الدليل الذي قلت لكم، بقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام حسنيون وحسينيون. فهذا هو جوابك. وأما لماذا إن الإمام فالأئمة عليهم الصلاة والسلام من صلب الحسن والحسين صلوات الله عليهم، وإننا لم نجعل الأئمة، هذا ليس بأيدينا، نحن نختار من هم الأئمة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار.
أما في الروايات يوجد إن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في صلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فهذا كان بل أجرا له بما جرى عليه من المصائب، بما جرى عليه من البلاء، وبما جرى عليه من الأحزان في كربلاء. فإن الحسين صلوات الله عليه فدى بنفسه وفدى بأولاده لرضا الله تبارك وتعالى بفدا لم يضحي بمثله حتى الأنبياء صلوات الله عليه. فلأجل ذلك إن الله تبارك وتعالى جعل الأئمة في صلب الحسين عليه الصلاة والسلام. فهذا هو جوابك. إن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد الحسين كلهم حسنيون وحسينيون صلوات الله عليهم أجمعين، كلهم من ذرية الحسن والحسين، بالدليل القرآني الذي قدمته لكم الآن. ولكن الإمامة في صلب الحسين عليه الصلاة والسلام دون الحسن عليه السلام ما جاء في الروايات. إنه أجرا وجزاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لما جرى عليه في كربلاء.